فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوني في التوقيت ده. بجد وحشتوني قوي قوي قوي. النهارده بقى يا ولاد معايا فيديو جديد. قبل ما نبدا بس فيديو النهارده كده، ما تنسوش لو انتوا لسه اول مره بتتابعوني وبتشوفوا قناتي، يا ريت بقى تنزلي انت وهي حالا تعملي لايك وشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكوا الاشعارات الجديده كل ما انزل فيديو جديد. وطبعا الناس اللي بتتابعني لاول مره، يا ريت تنزلوا تقولوا لي انت بتتابعوني من انهي بلد علشان انزل ارحب بيكم في الكومنتات، ووجودكم معايا كالعاده على راسي من فوق. ربنا كده يخليكوا ليا ويدومكم نعمه في حياتي يا اجدع اخوات في الكون كله. وما تنسوش بقى تكتبوا لي كلام حلو كده في الكومنتات من اللي بيشجعني ويحمسني ان انا اكمل معاكم واعمل لكم فيديوهات جديده. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي يا ولاد كتير او في الكومنتات علشان يومنا كده يبقى جميل بالصلاة على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده يا ميرا هتعملي لنا ايه الفيديو بتاع النهارده فيديو حماسي جدا لتنظيفات البلكونه. حبيت ان انا اشارك معاكم فيديو النهارده وكله نشاط وحماس كده. قمت بصراحه لقيت البلكونه عباره عن بركه تراب يا ولاد، زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو. وكمان كنت مركبة الستارة وفيها بقى تراب والدنيا بصوا بايظة. فمسكت بقى البلكونة، دخلت على الشيش الأول بتاع البلكونة بنفض منه التراب، وبعد كده أمسح بقى الكراسي والترابيزة ونفض الستارة والسور بتاع البلكونة كل حاجة. فحبيت بقى ان انا اعمل معاكم فيديو النهارده علشان اشجعكم كده واحمسكم ان انتوا دايما بتتنشطوا معايا. انتوا دايما تقولوا ميرو احنا بنتشجع جدا من فيديوهاتك الروتين وكمان فيديوهات الطبخ بتاعتك. ان شاء الله طول ما انتوا معايا كده وساندني وواقفين معايا تحطوا لايك وتكتبوا لي كلام حلو دايما ان انا هشجعكم بروتينات حلوه، بخروجه حلوه، بطبخه حلوه. بص هعمل لكم وصفات حلوه كتير قوي الفتره اللي جايه دي ان شاء الله. انتظروا مني فيديوهات هتشجعكم جدا والله العظيم بجد. بس طبعا ما تنسوش ان انتوا تعملوا شير لكل اصحابكم واخواتكم وقرايبكم علشان كده القناة تكبر بيكم وليكوا يا احلى ناس في الكون كله. دخلت بقى حطيت الكاميرا بعيد بقى علشان بصوا خلاص عايزه بقى اوسع لنفسي كده علشان خاطر ابتدي ان انا انضف البلكونه كويس جدا. انا اول حاجه عملت الشيش والازاز وكده. شايفين الهوا بيطير الستاره ازاي يا ولاد؟ الجو كان هوا بتراب فظيع جدا، بس قلت ما بديهاش لازم انضف البلكونه عشان البلكونه بجد كانت كلها تراب، وكمان لما باجي اطلع هتطرب يعني هبهدل الدنيا جوه في الشقه. وما تنسوش ان كمان البلكونه دي في غرفه النوم، فكمان الغرفه لما بطلع وادخل ببهدلها قوي. فقلت ما يعني انضفها كده من التراب وتاني يوم برضو نضفتها. بصوا كل يوم بدخل انضفها بالطريقه دي، لكن المره دي كنت ما دخلتهاش بقالي 5 ايام او اسبوع تقريبا، لكن المرة دي كانت الجو تراب جدا وما كنتش عارفة ادخلها من الهوا والتراب. شايفين الدنيا كانت هوا ازاي بتراب، لكن نضفتها وبعد ساعتين الحمد لله اتطربت تاني. والله العظيم يا ولاد بصوا الجو وحش قوي بجد اليومين دول. فمسكت الستاره بقى ركنتها كده علشان ما تضايقنيش في الراحه وفي الجايه، وقمت ماسكه المقشه بقى وملمعه الارض كنساها كويس من التراب. كمان الترابيزه عليها كميه تراب والكراسي هنضفها برضو كويس والمعها معاكم، لان كل حاجه كانت متطربه بصراحه. وكمان الجدران بتاعه البلكونه نضفتها برضو كويس جدا، مشيت عليها المقشه كده علشان برضو التراب اللي فيها. حاولت ان انا بس الم التراب اللي في الارض الاول علشان خاطر ألمع بقى الترابيزة والكراسي وانضفها كده. شايفين يا ولاد الترابيزة عليها كمية تراب قد ايه؟
انا اصلا بحب ان انا اطلع افطر عليها، يعني اطلع انا والولاد ونفطر الصبح كده بيبقى الجو جميل. لكن اليومين دول ما يشجعش خالص طلوع البلكونة، ما يشجعش. بجد الجو وحش وتراب، وعلشان اطلع افطر في البلكونة بصوا كل حاجة هتبوظ والاكل يجي عليه تراب وكل حاجة هتتطرب. فبصراحة بنفطر بقى اليومين دول جوه في الشقة. بنطلع مثلا اطلع مثلا برا شوية اتهوى 5 دقايق وادخل. لكن بصراحة حبيت ان انا اظبط البلكونة النهاردة علشان خلاص كنت قرفت منها ومن شكلها. فحبيت بقى ان انا اعمل معاكم فيديو النهاردة، وكمان علشان اشجعكم كده ان انتوا تقوموا تخلصوا كل حاجة وراكم، علشان انا دايما اللي بشجعكم. وطبعا اكتبوا لي في الكومنتات طبعا يا بيرو انت اللي بتشجعينا وبتحمسينا ان احنا نقوم نخلص كل حاجة ورانا. مسكت بقى الكراسي كده يا ولاد زي ما انتوا شايفين، اديت لها بقى تلميعة كده، جبت الفوطة كده بليتها مية بكونريكس الوان. عايزة اقول لكم الكونريكس الالوان بيخلي الريحة حلوة قوي يا ولاد والله بجد، ريحته جميلة قوي، وكمان بينظف ويلمع كده. وكمان حطيت بحط برضو شوية ديتول، لازم الديتول ده بحطه في اي حاجة علشان خاطر يعقم الدنيا، لان التراب ده بيكون اوقات فيه فيروس من الجو اصلا اليومين دول كله فيه تعب ومرض، والحمد لله ربنا عدها على خير بجد، لان في ناس كتير جدا تعبانة، واحنا كنا قايمين من دور تعب جامد قوي قوي انا وولادي وجوزي. فالحمد لله على كل حال والحمد لله. هنا بقى مسكت بقى جبت السرسوبة بقى، هبتدي ان بقى المع البلكونة. كنت خلصتها بقى من التراب خالص، شايفين الشيش بيلمع ازاي يا ولاد، كنت مخلياه بيلمع. وكمان الترابيزة كمان خليتها بتلمع. الترابيزة دي كنت حطيت عليها الاستيكر الرخامي ده، شكله جميل قوي قوي والله بجد. انا زعلت قوي على الاستيكر الرخامي بتاعي ده، ان شاء الله ارجع احط منه تاني. انا بحبه جدا جدا اللون الاسود في الذهبي ده، شكله جميل. وكمان كان الخامة بتاعته حلوة قوي قبل ما الخامات تتضرب وتغلى، يعني كمان غلوا الخامة وخلوها كمان مش حلوة وغالية، يعني الخامة خفت وبقت غالية اكتر من الاول. مسكت بقى يا ولاد الارض كده لمعتها كويس، وهبتدي ان انا اظبط كل حاجة تاني في البلكونة. البلكونة دي بحبها لانها واسعة وحلوة، يعني المساحة بتاعتها حلوة ان انا بعرف اتحرك فيها ونقعد فيها نفطر فيها. يعني تغيير عن جوه في الشقة. شايفين بقى النظافة يا ولاد واللمعان، شايفين الجمال. عايزة اقول لكم الحتة اللي بتلمع دي اللي اتمسحت بقى بتلمع الحمد لله. انا بحب بصراحة حاجتي كلها تبقى نظيفة وكل حاجة بتلمع. هبتدي بقى ان انا هنا اقفل الستاير علشان الدنيا ما تتطربش قوي زي الاول. هبتدي ان انا اقفل الستاير. انا عايزه كمان اعمل ليها اربطه كده امسكها في بعضها بحيث ان هي ما تطرش ساعه الهواء. انا كنت عملت لها رباط كده في الحديد، لكن عايزه اعمل لها الرباط ما بين الستارتين يمسكوا يقفلوا في بعض، لان انا مش عملت لها، يعني هو بتاع ستاير جه ركبها، لكن انا بصراحه ما كنتش عملت لها رباط ده. فقولوا له بقى رايكم يا ولاد في النظافه والجمال ده، عايزه رايكم بقى في الكومنتات ايه يا ميرو القمر والنظافه دي. لا بجد والله البلكونه كانت شكلها صعب جدا، وكانت محتاجه ان انا اعمل لها روتين. روتين يا جماعه خاص بيها، لان هي بصراحه كانت متبهدله جدا جدا. ده شكل الستاره يا ولاد بعد ما انا ركبتها. عايزه اقول لكم بجد انا بحب الستاره جدا، لانها كمان يعني بصوا بالداري كده لو انا مثلا طالعه الناس اللي قدامي فاهمين بقى انتوا يعني اكيد. كده يكون فيديو النهارده خلص، يا رب يعجبكم ان شاء الله. استنوني فيديوهات حلوه كتير، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وسلام.